ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا كلها، وحابه اشكركم كده في بدايه الحلقه على 8000 مشترك. وطبعا لو عايزيني بقى استمر في الروايات وده كان حلمي من زمان، يا ريت تدعموني وتفرحوني وتفرحوا قلبي باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم بقيه الحلقات. ويلا بينا نبدا في الروايه بتاعتنا بسرعه. ويلا بينا نتعرف على الشخصيات. معنا أول شخصية أدهم، وده من كبار رجال الأعمال في الشرق الأوسط، غني جدا، قدر يخلي شركاته الأولى على مستوى العالم في سن صغير. عنده 30 سنة، ذو ملامح حادة وقاسي، رياضي، كل عائلته ماتت في حادث، وهو اللي بيهتم بولاد عمه. لديه أخت كبيرة متزوجة وعندها بنت وعايشة في أمريكا. ميرا، ودي بنت عم أدهم، رقيقة وبتحب اللعب والهزار والرسم وقراءة الروايات. متفوقة في دراستها، بتحب تعمل خير كتير وبتخاف من أدهم جدا. عيونها خضراء وشعرها أصفر. عندها 20 سنة، في كلية تربية. مازن، وده أخو ميرا، أكبر دكتور جراح عنده مستشفى. ذكي جدا وهادي وعنده كاريزما كده، رياضي وجذاب، حنون جدا على أخته. عنده 27 سنة. فارس، وهو ابن عم أدهم ومازن وميرا، دكتور جامعة كبير في الهندسة وعنده شركات تصاميم خاصة بيه. رياضي، عصبي، سريع الانفعال والغضب، لكن ما بيحبش ميرا تزعل منه، دائما حنون عليها، وعنده 26 عام. آسر، وهو أخو ميرا في الرضاعة وأخو فارس وابن عمهم، بيحب الضحك والهزار، رياضي وتافه وبارد، لكن في غضبه صعب وشديد جدا وما بيعرفش حد، وظابط في القوات الخاصة. عنده 23 سنة. أم ميرا رضعته مع ميرا كبيرة علشان ما يتجوزهاش لما يكبر، ويخلي باله منها ويحميها. حور، ودي صاحبة ميرا من الجامعة، بس هي في هندسة. أبوها رجل أعمال محترم جدا، مامتها ميتة، وهي بنت رقيقة وهادية، بتتعامل معاملة الأميرات، ودايما بتبتسم للكل وبتساعد الناس. حنونة وجميلة وبريئة وخوافة جدا. عندها 20 سنة. نور، ودي أصغر واحدة فيهم، جميلة جدا بس لسانها طويل ومشاغبة، ودايما بتتخانق وتدخل نفسها في مشاكل، لكن طيبة جدا. أهلها ميتين وشايلة حزن الدنيا كله في قلبها، ومع ذلك بتقدر ترسم البسمة على وشوش غيرها. بتشتغل أكتر من شغلانة علشان تقدر تصرف على نفسها. كلية تربية مع ميرا، وأعز أصحابها. عندها 19 سنة وشاطرة في الفنون القتالية. ودي تكون الشخصيات الأساسية في الرواية، وباقي الشخصيات هنتعرف عليها في باقي الأحداث. صحيح ميرا، وهي فاتحة عيونها الزرقاء الجميلة، وبتكون الساعة 9 صباحا، وبدلت ميرا ملابسها واتوضت وأدت فرضها، ودخلت أوضة فارس وهي بتغني وبتقول: صباح الخير يا شموستنا، بنبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هنخليه سعيد. لو حتى يجرى في الحياة في الدنيا دي ايه، بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. صحي فارس بغضب شديد وهو بيقول: انتي يومك مش معدي النهاردة يا ميرا. وطلعت تجري على برا بسرعة، واستخبت ميرا ورا مازن. ابعد يا مازن عشان هدي البت دي بالجزمة النهاردة. وهون عليكي يا فروسة يا قاسي. ايه ده، انتي اتعلمتي الكلام ده منين يا بت؟ ايوه كده يا اخواتي، دي تربيتي. خلع فارس الجزمة وهو بيقول: ده انتوا الاتنين هتتربوا النهاردة. دخل أدهم بحدة وهو بيقول: ايه الصوت ده، في ايه؟ جريت ميرا وآسر على سفرة الطعام بأدب، وابتسم مازن على خوفهم. لا والله هتعملوا محترمين دلوقتي. وقبل ما فارس ما يتكلم، راحت ميرا وهي بتقوله: خد بس استر نفسك هتاخد برد. آسر وهو بيقول: يا بنت الجنية، قلبت الترابيزة في ثانية. فقد كان فارس عاري الصوت. نظر فارس بغضب لميرا التي نظرت له مصطنعة البراء. آخر مرة أشوفك بالشكل ده يا فارس. بعد ما لبس فارس ملابسه، وجه كلامه لميرا وهو بيقول: صبرك عليا بس يا ميرا، هتشوف أنا هعمل فيك إيه. وبعد الانتهاء من تناول الطعام، دخل مازن لغرفة أدهم. قدمت على كلية تربية لميرا. ليه، هي مش في فنون جميلة؟ هي مش حابة الكلية، وخصوصا إنها ما بتروحش. ما هي في الحالتين مش هتروح برضه. لأ، هتروح الكلية الجديدة بتاعتها من بداية السنة، ولو حصل لها حاجة أنا أعدائي كتير، محدش يعرفها عشان يأذيها يا أدهم. ميرا مطلعتش خالص ولا حتى ليها صحاب، أي دراسة كانت دايما في البيت. خلاص يا مازن، اللي انت شايفه صح اعمله، ونروح بينا عند ميرا في الغرفة بتاعتها. وكانت قاعدة وهي متضايقة وبتقول: بقى كده يا فارس، يعني اليوم الوحيد اللي بستناه علشان اخرج فيه تضيعوا عليا كده؟ ورن هاتف ميرا. ميرا وهي بترد بابتسامة: ايوه يا حبيبي، عامل ايه؟ حضري نفسك بقى يا قمر عشان الجامعة. ايه ده، انت بتتكلم بجد؟ يعني هروح؟ ايوه يا حبيبتي هتروحي، وانا جبتلك كل الحاجات اللازمة عشان بكرة هتنزلي الكلية. ميرا بفرح: شكرا يا احلى اخ في الدنيا. طيب يا قلبي، اهم حاجة جهزي نفسك وسلام بقى عشان ورايا شغل.
استيقظت ميرا في الصباح وكانت الساعة 8 صباحا، ونزلت للطابق السفلي لرؤية إخوتها والذهاب إلى الجامعة. ودخلت ميرا ولقيتهم كلهم قاعدين في غرفة المعيشة. صباح الخير، عاملين إيه؟ جميعهم ردوا على ميرا وقالوا صباح النور، ما عدا أدهم واللي كان مشغول عشان كده مرض. ذهبت ميرا وقبلت خد آسر ومازن بكل حب. اشمعنى هما؟ هو أنا ابن البطة السودا يعني؟ لأ، أصلا أنا مليش غير آسر ومازن. حدف آسر بص في الهوا وهو بيقول الحب الحب يا اخواتي. اقعدوا بقى ساكتين وبطلوا رغي. آسر هتوصلني؟ تمام، يلا يا قلبي. وصل آسر ميرا على الجامعة بس بعيد عنها شوية. تحبي أنزل معاكي؟ لا لا خليك، أنا عايزة أجرب لوحدي. خلاص ماشي براحتك، بس تبقى تحكيلي على كل حاجة، تمام؟ قشطة يا زميلي. ووصلت ميرا الجامعة وهي ماشية خبطت في بنت فجأة. ايه ده، مش تحاسبي يا حاجة؟ سوري أنا آسفة أوي. أول يوم ليكي هنا؟ أول يوم ليا النهاردة. طب دخلتي قسم ايه؟ بحب الدراسات قوي. قشطة، هنبقى مع بعض. تعالي بقى نشوف الجدول. صحيح، أنا نور، وإنتي؟ اتشرفت بمعرفتك قوي. وأنا ميرا. وعند نور وميرا بعد لف كتير. أنا تعبت كفاية بقى لف لحد كده، يلا بينا نقعد على أي مطعم أو كافيه ناكل حاجة. تمام يلا. واتجهوا البنات لأقرب كافيه من الجامعة. وكانوا البنات قاعدين ولاحظوا عربية بنت بتمشي ببطء شديد، وكان في سواق تاكسي بيضايقها وقف قدام البنت. انزلي لي بقى كده يا حلوة، ده انا هوديكي في داهية. والبنت بخوف انا انا اسفة جدا، انا اسفة والله ما كنتش اقصد ابدا. واسفك هيفيدني بايه حيلتها. ومسك ايديها وشدها وقال لها تعالي، انتي لازم تروحي القسم. البنت بدموع لا حضرتك، اي اصلاحات او اي غرامات انا هتكفل بيها، ملوش لازمه الاسم. ايدك لا توحشك يا باشا، ايدك ما تتمدش عليها لا تتكسر. وانتي تبقي مين بقى ان شاء الله؟ انا اللي صورت كل اللي حصل وشايفه الغلط والعيب على مين. تحب بقى تزق عجلك وتمشي ولا نمشيها رسمي واوري الظابط الفيديو ونشوف بقى مين اللي هيدفع او مين اللي ممكن يتحبس؟ ظهر على السواق الخوف والتوتر ومشي. البنت بدموع شكرا شكرا جدا بجد، مش عارفه اقولك ايه يا بنتي النحنحه اللي انت فيها دي؟ اجمدي كده وامسكي دموعك دي. انت كويسه؟ ايوه انا كويسه شكرا جدا. تعالي روقي دماغك واشربي حاجه، احنا طلبنا اكل. وبالمناسبه انا اسمي نور ودي ميرا صاحبتي، اتشرفت بمعرفتكم قوي. وانا حور. وجلسوا البنات واكلوا السندوتشات. ما قلتليش يا حور، انت كليه ايه؟ انا في كليه هندسه والجامعه بتاعتي قريبه من هنا. طب خلصتي كل اللي محتاجاه من الجامعه ولا لسه؟ لا لسه ما خلصتش اي حاجه. طب يلا نروح نجيب جدولك ونخلص الاوراق اللي ناقصه. ايه ده بجد، انتوا جايين معايا؟ مش عارفه لو كنت هقدر والله. يلا يا بنتي مش هناخد وقت، ما تقفليش الموضوع. ووصلوا البنات الجامعة بتاعت حور وخلصوا البنات وجابوا الجدول وجابوا كل الأوراق اللازمة والحاجات اللي ممكن يحتاجوها. وكل الأوراق اللازمة بتاع جامعة حور كل واحدة اتجهت لمنزلها، ما عدا ميرا اللي فضلت مستنية آسر عشان يجي ياخدها. وبعد حوالي 10 دقايق وصل آسر. ها يا قلبي احكيلي، عملتي ايه في يومك النهاردة؟ حكت ميرا لآسر عن كل حاجة وعن أصدقائها الجدد. لا بس نور دي ب100 راجل، بجد مبسوطة إنك عرفتي بنات جديد. وبعد وقت وصلوا للفيلا، وعند نور أول لما وصلت البيت اتصدمت من اللي شافته ودب الرعب في قلبها وبان عليها علامات الخوف. نور بخوف وهي بترتجف عمي وعوض واللي هو عم نور. انت فاكرة لما تسيب البيت وتمشي مش هعرف اوصلك ولا ايه؟ وعندي ميرا اللي نزلت من العربية وهي بتجري بسرعة وصعدت للدور الثاني وهي سعيدة لأنها أخيرا أصبح لديها أصدقاء جدد. وأخدت شاور وبعد شوية وقت طلعت واتوضت وأدت فريضتها. ميرا يلا يا ميرا عشان الغدا. وكانت ميرا قاعدة على السفرة والابتسامة مش مفارقة وشها. شكله كان يوم حلو قوي. أقفلت فمها وابتسمت وهزت رأسها بالموافقة. ورن الفون وقامت ميرا عشان تجيب الفون فأوقفها صوته وهو يقول كملي أكل. حاضر بس هخلص المكالمة واجي. كلي وبعدين يبقى شوفي الفون. لا خلاص مش جعانة. وكادت أن تذهب حتى أوقفها صوته العالي وهو يقول خلصي طبقك يا ميرا. جلست ميرا على المائدة وهي تأكل بسرعة وفارس خبط رجل ميرا فنظرت له ميرا بغضب وفمها ممتلئ بالطعام. نظر لأدهم لتفهم ميرا أنه يراقبها لأنه دائما ملتزم بآداب الطعام. بصت ميرا لأدهم وجدته ينظر لها بضيق. بلعت الطعام وحاولت تأكل بهدوء
وما أن أنهت طبقها خرجت لترد على نور. قالي يا نونو عاملة ايه يا بنتي كل ده عشان تردي؟ معلش اتأخرت عليكم بس كنت باكل. ادام فيها اكل معاها حق تتأخر، مش كل الناس يا بنتي بتاع بطنها زيك. والله كبرت من الموضوع يا بنات. وانتي عاملة ايه دلوقتي يا نور؟ وانتي يا حوحو؟ انا بعد حوحو دي كرهت اسمي. بقول لكم يا بنات انا احتمال كبير ما تجيش الجامعة بكرة، يعني ظروف كده في البيت. لعله خير يا حبيبتي، المهم انتي تبقي بخير. ميرا بحزن: الجامعة هتبقى وحشة قوي من غيرك يا نور. بس يا بنت أفورة ابقى ابعتيلي المحاضرات بكرة اوعي تنسي. تمام يا كبير. صح يا نور انتي اصلا منين؟ انا من اسكندرية بس قررت استقر في القاهرة. بقول لكم ايه وقتكم خلص، يلا سلام. سلام يا قلبي. سلام يا روح. سمعت ميرا طرق على الباب فأذنت بالدخول، وأول لما دخل فارس تحولت ملامح ميرا للفرح. عارفين ليه؟ عشان جايب لها شوكولاتات واندومي وحلويات كتير من اللي هي بتحبها. قامت ميرا واتنططت على الأرض زي الأطفال. ما هنش عليا سيبك تزعلي، وكنت عارف اللي انتي بتحبي الحاجات دي قوي. وبعتت له ميرا بوسة في الهوا وهي بتقول: شكرا يا أحلى أخ في الدنيا، أنت الوحيد اللي بتفهمني في البيت ده. ضحك فارس على طفولتها وسابها وخرج. ونامت ميرا. تاني يوم صحيت ميرا متأخر، وكان كل واحد من اخواتها خرج. لبست بسرعة هدومها وراحت تركب أي مواصلة، ورن الفون. ايه فينك يا بنتي؟ بحاول أشوف أي مواصلة، مش عارفة أركب منين ولا أعمل ايه. لا ما تركبيش مواصلات ولا اي حاجه، بسمع انها مش كويسه، انا هاجي اخدك. لا انا عايزه اجرب اركب اتوبيس وكده يعني. ابقى جربي بعدين يا ماما، نور المجنونه اللي هتساعدك على الهبل ده وهتعرف تتخانق حلو قوي، روحي معاها. معاكي حق والله. تمام تعالي خديني. أوصلت حور ميرا للجامعة وذهبت لجامعتها، وميرا اتفقت بعد المحاضرة يتقابلوا عند المطعم اللي اتعرفوا فيه على بعض أول مرة. دخلت ميرا المحاضرة وجلست، واتفاجأت ببنت جلست بجانبها وبتقول: هاي أنا نسمة، وانتي يا قمر؟ أهلا أنا ميرا. واو هو انتي جمالك ده بجد مش معقول. طب ممكن بقى نركز في المحاضرة وبعدين نبقى نتكلم؟ وبعد المحاضرة اتصلت حور على ميرا: فينك يا حور؟ أنا قاعدة في المطعم بقالي كتير. آسفة يا ميرا والله بابا اتصل وطلب مني أجي ضروري واضطريت إني أمشي. تمام يا قلبي، المهم ابقى طمنيني عليكي. تمام يا قلبي يلا سلام. وذهبت ميرا للجامعة مرة أخرى واتصلت بآسر. أيوة يا ميرا في حاجة ولا إيه؟ كنت بسأل بس هتروح إمتى عشان ممكن أروح لوحدي، ولا أنت هتيجي تاخدني ولا إيه؟ لا خليكي عندك، أنا نص ساعة كمان وجاي. وأغلقت ميرا الخط ولقت نفس البنت اللي هي نسمة بتقعد قدامها. ايه يا بنتي كنت بدور عليكي، ده انا لفيت الجامعة كلها عشان الاقيك. اسفة اصلي مخدتش بالي. قوليلي يا ميرا انتي مرتبطة وكده؟ لا طبعا. انتي مالك كده ليه بتقوليها بالطريقة دي؟ عادي بس استغربت من السؤال، اصل اول مرة حد يسألني السؤال ده. تعرفي ان شباب الدفعة هيموتوا يتعرفوا عليكي، ليهم حق حد يشوف الجمال ده كله وما يعجبش بيه. شكرا على ذوقك. ظلت نسمة تتحدث عن الشباب كثيرا، وأوقفت حديثها ما أن رن هاتف ميرا. آسفة جدا لازم أروح بقى، أبقى قبلك بكرة يلا سلام. ووصلت ميرا لآسف. مالك يا ميرا؟ مش عارفة، حاسة إنها غريبة شوية. هي مين دي اللي غريبة؟ ميرا وبدأت تفوق. ها؟ لا دي بنت جديدة اتعرفت عليها النهاردة. ميرا خلي بالك من نفسك، ولو مرتحتيش مع بنت اوعي تقعدي معاها. طبعا مش محتاجة اقولك ايه الصح وايه الغلط، اكيد طبعا ما تقلقش. ووصلوا للفيلا. ونروح بينا عند ميرا بعد تناول الطعام في غرفتها، وبنلاقي ان الفون بتاعها بيرن. ايه يا بنتي ما بعتيش المحاضرات ليه؟ اصبري بس هظبطها واكتبها وابعتها لك. اخبارك ايه يا نور؟ الجامعه فعلا كانت وحشه من غيرك. ده على اساس انك لحقتي تقعدي في الجامعه اصلا. كل واحده فيكم تعترف عملتوا ايه في الجامعه النهارده من غيري. يلا اعترفوا احسن لكم. اتعرفت على بنت جديده كويسه يعني، عايزه اعرفكم عليها المره الجايه. صحيح يا حور انتي مشيتي بدري ليه؟ مشيت بدري يا ستي عشان بابا والعرسان تاني. انتي رافضه الجواز اصلا؟ لا بس مش عايزه بالطريقه دي، عايزه على الاقل احس بالراحه. وبعدين جواز ايه اصلا، انا لسه صغيره. جدع يا بت، اصل اللي اتجوزوا خدوا ايه؟ بلا وكسه فاضيه. الارتباط مش وحش برضو، لازم تدي نفسك فرصه. والله معاها حق يا حور، لازم تدي نفسك فرصه تشوفي تمثيله عليكي في الحب ويفضل يقرفك طول فتره الخطوبه، وبعد الجواز يبان على حقيقته. ايه ده يا ساتر عليك حور حبيبتي، لازم تجربي في الحالتين، هتتخزوقي وهتتنكدي سواء في الخطوبه او الجواز. خليكي بنوته سنجوله كده وروشه زي يخرب بيتك، ده انتي قفلتيها قفله طالعه بدل المرحوم عبد الحليم حافظ تقولي البنت طريقك مسدود. مسدود يا ولدي مسدود.
فصلت بجد، مش قادرة خلاص، كفاية كده. أضحك على البنت يعني؟ لازم تعرف الحقيقة. الله، طب انت يا ميرا ما جاش حد كده ولا كده تقدم؟ ده لما بقى أعرف أخرج من البيت أصلا. وبعدين انت فاكرة الأربع تيران اللي عندي دول لو عرف إن واحد عايز يتقدم هيقدر يوصل لباب البيت أصلا؟ شكلهم بيحبوكي قوي. مش اخواتها يا ستي؟ لازم يحبوها. يلا يا اختي انت وهي، سلام بقى. اغلقت الخط وبعتت ميرا المحاضرات لنور. دخل آسر على فارس الغرفة. ايه يا ابني، ما بالراحة شوية، البتاعة دي لو كانت جت في دماغك كان الله يرحمني خلاص. لا لا، انا كنت بس متعصب شوية، بس المهم ان هي ما جاتش فيك. هو ايه بقى اللي معصبك يا عم فارس يخليك تكسر في الحاجات اللي حواليك كده؟ الزفت اللي اسمه دكتور مراد. وماله ده كمان؟ ايه اللي حصل؟ الزفت اللي اسمه دكتور مراد ده خلع ولبسني اشرح لقسم مش عندي ومش تخصصي، وكمان سنه اولى. هو الواحد ناقص قرف. ومالك متضايق كده ليه يا عم هيس؟ ده كفايه انك هتشوف موزس جديد. انا بحكي لك ليه اصلا، غور من هنا، ده انت انسان تافه. البنات قال هو ده كل همك؟ اه طبعا، هو في احلى من البنات؟ وبعدين كمل بميسر وهو بيقول لو مش عاجبك يا اخويا طلقني طلقني. حدف فارس المخدة على آسر بس ما جتش فيه عشان آسر ميل على الأرض. آسر طلع يجري وفارس ابتسم على أخوه الصغير. وتاني يوم في الصباح وصلوا البنات واتقابلوا في الجامعة وعند نور وميرا في المدرج. اتفاجئت نور ببنت لابسة لبس ملزق على جسمها وضيق ومكياج اوفر داخلة عليهم وبتتكلم بدلع وهي بتقول ميرا عاملة ايه؟ وحشتيني جدا جدا. ده على اساس انك ما كنتش شايفاها امبارح. نظرت نسمة لنور بضيق وعوجت بق وهي بتقول ميرا يعني معرفتناش. ميرا بابتسامة وهي بتحاول تلطف الجو. دي نور صاحبتي ودي نسمة يا نور. نور سحبت ميرا عشان يقعدوا وهي بتقول اتشرفنا. نور بضيق وهمست في أذن ميرا وهي بتقول البت الملزقة دي انت عارفاها دي ايه؟ اسيبك يوم تلم عليك الحشرات بالشكل ده. والبنات كانوا قاعدين ودخلت الدكتور وشرحت المحاضرة. وبعد انتهاء المحاضرة جت نسمة وسحبت ميرا من ايدها وخرجوا. وطبعا كان نور باين عليها ملامح الضيق، ما هي مش بتطيق نسمة اصلا. وبعد ما خرجوا جه شابين عشان يكلموا نسمة، وكانت طبعا ميرا باين عليها القلق. واتكلم الشاب الاول وهو بيقول نسمة ايه يا بنتي فينك مختفية كده؟ موجودة، اخبارك يا اتش؟ والشاب التاني بنظرات اعجاب واضحة وهو بيقول لنسمة ما تعرفينا طيب. وجت نور من وراه بغيظ وهي بتقول ما تعرفش وحش يا خفيف. وسحبت ايد ميرا وخرجوا بسرعة واتجه البنات للمطعم اللي بيقعدوا فيه عادة. وعند حور والبنات في المطعم شايفة المياسة والدلع اللي فيها البت الملزقة دي وازاي تقف مع الشباب وتتكلم كده عادي. ظني خير يا نور، اكيد هي ما تقصدش. ميرا مفيش حاجة في اللي هي بتعمله ده خير، دي كانت هتعرفك على شباب وما اعتقدش ابدا انها صدفة. هي يمكن لسه متعرفش اسلوبنا وطريقتنا، لما تعرف اننا ضد الكلام ده هتمشي معانا ومش هتعمل كده تاني يا نور. بس انا مش شايفة انها ممكن تتغير ومش موافقة على الكلام ده، ولو هتكون معاكي فاسفة مش همشي معاكي وهي موجودة. نور اهدي شوية، ممكن يكون في سوء تفاهم بس. وجت نسمة من وراهم وهي بتقول انا مش عارفه ايه قله الذوق اللي انت عملتيها دي، احرجتيني قدام الشباب. انا مش هقعد في مكان البت دي فيه. وبراحتك يا ميرا، انا مش زعلانه منك وهتفضلي صاحبتي، المهم تخلي بالك من نفسك. ومشيت حور. احسن والله ان مشيت، ده جت منها، ده طلعت بتفهم. لو سمحتي اتكلمي باسلوب احسن من كده. وخرجت حور بغضب شديد من نسمة. صحابك دول اوفر قوي، بس انتي عارفة اكيد ما كنتش اقصد اضايقهم، بس نور دي بصراحة باردة جدا. لو سمحتي يا نسمة ما اسمحلكيش تتكلمي عن اي واحدة فيهم بالطريقة دي. اسفة جدا، انا مكنتش اقصد. تمام ماشي. يا ميرا تعرفي ان عيد ميلادي النهارده، ده نفسي قوي تحضري معايا. اكيد ان شاء الله يا نسمة هحاول اجي. وخرجت ميرا. ووصلت ميرا إلى منزلها وحاولت ترن على البنات كتير بس محدش فيهم رد. واتصلت ميرا بمازن. أيوة حبيبتي، في حاجة ولا إيه؟ ميسو حبيبي، عيد ميلاد صاحبتي النهاردة وعايزة أروح أمان عليه. استأذني من آدم الأول يا ميرا. يعني أنا بكلمك ليه يا مازن؟ حاول تقنعه، هيكون صعب والله يا ميرا. حاول، يعني أروح. ماشي يا ميرا. شكرا يا أحلى أخ في الدنيا كلها. ماشي يا بكاشة، هخلص اللي في إيدي وأجي أوصلك.
وقفل مازن مع ميرا وحاول انه يتصل بأدهم كتير بس ما ردش. ووصل مازن ميرا لبيت نسمة ومشي، وكانت ميرا لابسة درس طويل وماسكة في ايدها شنطة هدايا وفرحانة جدا. شكرا قوي يا ميرا، فرحانة انك جيتي والله. وكانت نسمة لابسة فستان اسود وضيق جدا وفوق الركبة يكاد يغطي جسمها. يلا يا ميرا بسرعة عشان ما نتأخرش بقى، يلا يلا. على فين يا نسمة؟ هو مش عيد الميلاد هيبقى هنا؟ نسمة بكده ما هو هنروح نحتفل بيه مكان برا وكده. بعدين ايه ده؟ ليه الفستان بتاعك واسع قوي كده؟ وقربت نسمة وقصت لميرا الدرس بتاعها جدا وضايقته لها من عند الوسط والصدر. كده بقى شكله احلى قوي يا ميرا، بس انا كده مش مرتاحة يا نسمة. لا لا انتي كده قمر، يلا بقى بسرعة عشان ما نتأخر. ووصلت نسمة وميرا لمكان كله رجال أعمال. إيه المكان ده يا نسمة؟ دي حفلة لأكبر شركات ورجال الأعمال في الشرق الأوسط. يعني ده مش عيد ميلادك؟ ميرا أنا آسفة، بس بصراحة أنا كدبت، أصل نفسي أوي بجد تحضري معايا الحفلة. يا لهوي يا نسمة، بس أنا ما قلتش لأخويا، ولو عرف هيزعل. ومين هيقوله أصلا؟ بقولك ركزي على الشباب، هنا بجد أمورات أوي، وفي واحد منهم أنا بموت عليه. أي حفلة هو بيروحها دايما بروح وراه، بس حتى مش بيبصلي مع إني على طول بحاول أتكلم معاه. ابتسمت ميرا وهي بتفتكر كلام نور. فعلا والله البت دي طلعت لازقة. ومين ده بقى يا نسمة؟ بصي هوريهولك، بس خديلك لفة في المكان كده وحاولي توقعي واحد متريش. كل اللي هنا معاهم فلوس كتير قوي. لا طبعا اصلا كده عيب وانا مش محتاجة. يا بنتي تلحلحي كده. طب تعالي الاول يلا نروح نشوف. وراحت نسمة وميرا عشان يشوفوه، وشاورت نسمة على شخص واتصدمت ميرا. تقصدي اللي شعره اصفر ده؟ لا يا بنتي ده احمد صاحبه، بقولك اللي على جنبه ده ادهم يخرب بيته، الواد مز قوي على فكرة، ده مش حلو خالص. واتصدمت ميرا وهي بتقول أحيه دول جايين علينا. ميرا لفت ظهرها لنسمة وكان باين عليها الخوف والتوتر والقلق، وقلبها كان بينبض بسرعة وهي بتحاول تهدي نفسها وبتقول اهدي يا ميرا، مش هيشوفك وكل حاجة هتبقى بخير. هاي ازيك يا ادهم، عامل ايه؟ ادهم معطاهاش اي اهتمام، ولكن كان نظره معلق بظهر ميرا. صح نسيت اعرفكم، دي ميرا صاحبتي، وبالمناسبة صحيح هي معجبة بيك جدا يا احمد. ميرا في سرها الله يحرقك يا بعيدة منك لله. ده شرف ليا والله. لفت ميرا بقوة وتلاقت أعين أدهم وميرا. بدأت ميرا بالارتجاف من الخوف ونظرها معلق بأدهم الذي كان ينظر لها بعيون حمراء من الغضب. ميرا بسرعة وتوتر ونظرها لأدهم. أنا والله مش معجبة بحد. ليه؟ هو أنا ما يتعجبش بيا ولا إيه؟ لا لا أبدا والله ما أقصدش. ونظرت لأدهم بخوف وعيونها امتلأت بالدموع وبدأت تفرك بإيدها لأنها عارفة إن وده هدوء ما قبل العاصفة. طيب مفيش حاجة، ما حصلش حاجة خلاص. انتي هتعيطي ولا ايه؟ نور هي مروحة من الجامعة شافت شباب بيجروا ورا شاب باين عليه الإجرام. لفت نور من الشارع التاني ومسكت في ايدها عصا كبيرة واستخبت في مكان ضيق. فرصتك جت يا بنتي يا نور، طلعي غلك فيه بقى. وأول ما الشخص ده جه يعدي ضربته على راسه بقوة فسقط الرجل. انتي ما تعرفيش لعبتي مع مين؟ ده انتي ليلتك سودا. وجاي يقرب منها ويمسك ايدها ضربته بقوة تحت الحزام. ابقى شوف بقى انت لعبت مع مين يا حالتها، وابقى خلي بالك من كلامك قوي. وصل آسر وزملائه ونظروا النور لفترة طويلة بتعجب وذهول. ازاي بنت زيها تقدر تضرب مجرم خطير زي ده؟ ما شاء الله عليكي يا آنسة، انت ضربتي ومسكتي مجرم خطير جدا مع انه ما يبانش عليكي خالص. ايوه يعني انت عايز ايه؟ هتديني مكافأة على تصرفي ده ولا لا؟ اكيد طبعا، بشكر حضرتك جدا انك ساعدتينا. ابتسمت نور وهي بتقول تمام ماشي سلام بقى. واتجهت نور إلى منزلها وقبض آسر على المجرم. ونروح بينا في مكان تاني عند حور. أول لما دخلت المحاضرة سمعت البنات بيتكلموا عن دكتور جديد. اتكلمت البنت الأولى يا بنات شفت الدكتور الجديد اللي جه؟ بيقول إن موز آخر حاجة. لا إيه ده كمان شاب صغير. واتكلمت البنت التالتة يا بنتي انت وهي ده بيقولوا انه عصبي وشديد جدا وبيسقط اي حد مش بيلتزم. حد يطول يبقى مع الموز ده ويسيبه ويمشي؟ يا بنتي ده يا بخت البنات اللي هيسقطوا معاه، كفايه انهم هيشوفوا القمر ده على طول. يا خرابي على جمال امه. ضحكت حور في سرها
ايه العيال التافهة دي؟ الواحد ما بيصدق يطلع من السنة. احنا ناقصين ده كمان. دخل الدكتور وبدأت البنات تبص له بإعجاب شديد وبيتكلموا عن قد ايه هو جميل. وقف فارس ولفت انتباهه حور اللي كانت قاعدة بعيدة عن البنات في مكان بعيد لوحدها وما رفعتش عيونها من على السكتش بتاعها. انتبه فارس لنفسه وبدأ بشرح المحاضرة. وفي المستشفى الممرضة: دكتور مازن، محتاجين حضرتك في حالة مستعجلة ضروري. ذهب مازن بسرعة ليتفقد الحالة وأجرى العملية بنجاح. وبعد انتهائه خرج ولفت انتباهه بنت جمالها الطبيعي والهادئ ورقتها وخدودها وأنفها المحمرين من كثر البكاء. كان منظرها لطيف بالنسبة له، ولكن شعر بالألم في قلبه لنزول دموعها. فذهب مازن بسرعة ليتفقد حالها. في حاجة يا آنسة؟ أقدر أساعدك في أي حاجة؟ حضرتك ماما وبابا موجودين جوه وكل شوية حد يدخل ويطلع. عايزة أطمن عليهم ومش عارفة أعمل إيه. ألف سلامة عليهم، خليكي هنا وأنا هدخل أشوف الوضع عامل إزاي وأطمنك عليهم. يا ريت لو مش هتعب حضرتك. دخل مازن عند دكتور يوسف وهو بيقول: ايه الاخبار يا دكتور يوسف؟ واحدة من الحالة سكتة قلبية وبنحاول نعمل اللي نقدر عليه، والتانية في غيبوبة. طيب في امل في علاجهم وانهم يطلعوا بخير؟ الحاجة الكبيرة ما اعتقدش، بس الاب ممكن، واحنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه برضه. شكروا مازن وخرج. خرج مازن ولما شهد شافته جريت عليه بسرعة: طمني يا دكتور، هما بخير؟ مازن وهو بيحاول ما يبين لهاش حاجة عشان يطمنها: هيكونوا بخير، ما تقلقيش. المهم دلوقتي روحي كلي وارتاحي وابقى تعالي بكرة شوفيهم. شهد بدموع: مش همشي من هنا من غير ماما وبابا. اسمعي الكلام يا أنسة، وجودك هنا ملوش لازمة. روحي انتي بس وارتاحي. ما اقدرش. طب لو حصل لهم حاجة؟ ما تقلقيش، انا هبات معاهم النهاردة، ولو عايزة تاخدي رقمي تتصلي عليا في أي وقت وتطمني خدي عادي، مفيش مشكلة. يا ريت بس لو مش هيسبب مشكلة لحضرتك. تمام ماشي، هاتي رقمك هتصل بيكي وانتي سجليه. وقالت له شهد الرقم. هو حضرتك آنسة؟ واسمي شهد. تمام يا شهد، رن عندك اهو، سجليه وانا دكتور مازن. تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور. خرجت شهد من المستشفى وهي بتفكر هتجيب فلوس المستشفى دي منين، بس افتكرت اللي وصل اهلها للحالة دي. كانت شهد في محل الجزارة بتجيب لحمة، وكانت بتكلم صاحبتها منى: يا بنتي مش عارفة اجيب الكتب دي منين، مهمة جدا عندي، وكل ما اكلم بنت تقولي لا انا محتفظة بيهم ومش هقدر اطلعهم، كأنهم كنز. خلاص يا منى، بقولك سلام دلوقتي يا قلبي، هبقى اكلمك لما اروح. كريم ابن الجزار: كتب ايه اللي محتاجاها يا انسه شهد؟ لا ولا حاجه، ما تشغلش بالك، اصلا انا عندي كتب كتير وممكن يكون منه. بجد؟ يا ريت والله. بصي خدي ده الكارت بتاعي اهو، كلميني عليه واكتبي لي اسم الكتب اللي محتاجاها، ولو عندي هقول. شهد الفرحه: تمام ماشي، شكرا جدا ليك. وروحت شهد البيت وحكت لمامتها إيه اللي حصل. ماما، هو انا كده صح ولا حرام عليا؟ يا حبيبتي ادام هتتكلمي في حدود اللازم هو بحدود واحترام، فين المشكلة؟ اصلا انا مش مؤمنة بالصداقة اللي بين الولد والبنت. يا بنتي الدنيا اتغيرت ولازم تتعاملي مع الناس طبيعي جدا، في شغلك تتعاملي مع الشباب، فين المشكلة في كده؟ تمام يا ماما، انا هروح اشوفه كده وابعتله. جلست شهد في غرفتها وبدأت تبعت لكريم اسماء الكتب اللي هي عايزاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حضرتك الكتب اللي طلبتها موجودة عندك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عاملة ايه يا شهد؟ موجودين، تقدري تيجي تاخديهم من المحل في اي وقت. وفي يوم كانت شهد بتدي درس البنت اسمها هدية، وجت مامة هدية دي اللي هي برضو ام كريم، وقعدت وهي بتقول لأم شهد: ما تقوم يا مشاهدة تعملنا حاجة نشربها كده. الله. وقامت مامة شهد عشان تجيب لهم حاجة يشربوها، وأم هدية وهي قاعدة تبص على شهد ولو يا جوزها: احنا جايين لك بخصوص كريم. شهد ببراءة: ايوه مال؟ ام هدية بعوجة بق ومش عاجبها كلام شهد وبتنظر لها بضيق: يعني انت مش عارفة يعني احنا جايين ليه؟ لا والله مش عارفة، مش بيتكلموا بعض اكيد قال. لا معرفش حاجة، هو في ايه؟ ام كريم بنظرة مستفزة ودي: اه طب احنا جايين نطلب ايدك لكريم. انصدمت شهد وما كانتش عارفة تعمل ايه، وفي الوقت ده كانت مامتها دخلت، فجريت شهد على غرفتها. دخلت شهد غرفتها واخت كريم دخلت وراها وهي بتقول:
ده ماما وبابا كانوا رافضين إنهم يجوا، بس كريم فضل يكسر في مرايات البيت كلها وساب البيت ومشي فترة لحد ما ماما وافقت إنها تيجي. عارفة لما تتجوزوا أنا هفضل طول النهار عندك في البيت في البانيو بتاعكم. على فكرة ماما قالت لي أفتش في الفون بتاعه وأشوف بيضحك مع مين وبيكلم مين، ولقيته انتي وشفت الهدية اللي هو جايبها لك، وكنت عارفة انك حبيبته ومش بيخلي حد يقرب من اي حاجة، وهو جايبها ليكي. واخويا قال لماما انه حبيبته بتجيله المحل وانها انتي. صدمت شهد واحمر وشها خجلا وبعتت لكريم مامتك عندنا بجد مش عارفة أقولك إيه، أنا محروق جدا. وبعت كريم صورة للحلويات وقال إنه المرة الجاية لما يوافقوا عليه هيجي بيها. وبعت صورة تاني لرزم فلوس كتير وقال إن ده مرتبه في الشهر وإن ألف مين يتمناه. كانت شهد مكسوفة جدا ومش عارفة تعمل إيه، وخصوصا إنها مش مرتاحة ليه خالص. بعد ما مشي الناس دخلت أمها عليها، ها يا شهد ايه رأيك؟ ليه ماما مش موافقة وحاسة ان انا مش مستريحة ليه خالص؟ انا برضو بقول كده. تمام يا حبيبتي، انا هقول لابوكي ونرفضه. رفض أبو شهد العريس بطريقة محترمة جدا وإنه ممتاز، بس بنته لسه بدري عليها ومش هتتجوز. ومن هنا فضل كريم يبعت ناس كتير جدا لأهل شهد عشان يقنعوهم، ولكن كانوا دايما بيرفضوا. أنا هروح عندي حفلة أرسم فيها على وشوش الأطفال، وبعدها هروح حديقة تاني أرسم فيها على وشوش الأولاد، وبعدها هروح أحاول أبيع لوحاتي وأشوف شغل وأجي. تمام يا قلبي، خدي بالك من نفسك يا حبيبتي. قبلت شهد والدتها وهي بتقول ماشي يا قلبي، وخرجت شهد. وبعد ساعات رجعت شهد البيت وهي تعبانة واتفاجئت بالبيت كله متكسر وأهلها واقعين على الأرض. صرخت شهد بقوة وهي بتقول بابا ماما في ايه اللي حصل؟ واتلم عليها سكان العمارة وشهد ما كانتش عارفة تعمل ايه من كتر الصدمة. واتصلت شهد بالإسعاف ودموعها تغرق عينيها خائفة على أهلها ومش عارفة ايه اللي هيحصل. باك. وصلت شهد البيت ووقفت وهي بتدعي وبتقول يا رب يا رب أنا ماليش غيرهم، يا رب اشفيهم وعافيهم يا رب. دخلت شهد البيت وكانت خايفة جدا لأنها لوحدها، ولقت رسالة من كريم مكتوب فيها انتم عيلة غريبة جدا، ازاي ترفضوني؟ ده انا لو تقدمت لبنت المحافظ نفسه كان من اول ما شافني يوافق. كفاية اخلاقي ومستواي العالي. على العموم اهو خدوا جزائهم ومستني ردك عليا بالموافقة، ما تتأخريش ها. بدأت شهد بالارتجاف من الخوف وتبكي بشدة حتى وجدت اتصال من مازن وردت بسرعة. الو ماما بابا حصل لهم حاجة؟ ايه يا بنتي في ايه؟ خضتيني، الناس بتقول السلام عليكم، عامل ايه؟ مش كده. فلاحظ مازن بكائها. اسفة اصلي قلقانة شوية. لا ما تقلقيش هما بخير. سمعت شهد صوت صراخ مازن وهو بيقول ايه يا شيخ ايه يا شيخ، حرام عليكي هتقطعي لي الخلف، حرام عليكي مش كده. محتاجني في اي حاجة يا دكتور؟ لا مش محتاج حاجة، انصرفي انصرفي يلا. ابتسمت شهد بتلقائية. اوعى تكوني سمعتي حاجة. للأسف سمعت. حصل معايا موقف النهاردة صعب جدا بسببها برضه. هي مين بقى؟ ابتسم مازن انه ينسيها ويخليها تتكلم بتلقائية وبدأ يحكي لها. الممرضة سناء بعيدا عن انها 180 كيلو فوق عينيها اسود واسنانها مخصمة بعضها وشايفة نفسها وكل شوية ورايا في كل حتة وفي كل مكان، وانا كل شوية بتخض. حاجة صعبة اوي يا شيخ. وايه الموقف اللي حصل معاك؟ تخيلي كنت نايم على كرسي جنب سراير المرضى وحسيت بهوا سخن على وشي، فتحت عيني واصطدمت بيها في وشي عاملة شفايفها على وضعية البوسة كده. طبعا صحيت على المنظر ده غصب عني، صرخت واتقلبت على الأرض وفضلت أقول انصرف انصرف، وكل المرضى صحيوا وفضلوا يضحكوا وبرستيجي ده خالص. ضحكت شهد لدرجة إن عينيها دمعت. حسيت شهد بالأمان معاه. ياه أخيرا بقى الشمس طلعت. على فكرة ضحكتك حلوة أوي. خجلت شهد بشدة ودق قلبها لكلماته وقالت عن إذنك بقى أنا هروح أنام، تصبح على خير وأنت بخير يا رب. وأغلق مازن الخط. وعند مكتب أدهم كان أدهم في مكتبه سمع صوت صراخ ميرا، شعر بالخوف وبسرعة كان عندها. دخل أدهم ولقى ميرا واقفة بترتجف بشدة. في فار، أنا خايفة قوي. ايه ده انت كل ده عشان فار؟ ميرا وهي ماسكاه في شدة. أنا آسفة عشان خاطري طلعني من الأوضة،
انا خايفة، هو حتى وادي مش هعمل حاجة تضايقك، مش هعمل حاجة تضايقك تاني، هسمع الكلام وهتصل بيك كمان قبل ما اعمل اي حاجة. وطلع ادهم بيها من الاوضة. وقفت ميرا وهي فرحانة، فقال ادهم ده مش معناه ان عقابك انتهى. ها؟ ايوه، ومفيش خروج من البيت لمدة اسبوع ولا في فون كمان. طيب والجامعة؟ مفيش جامعة ولا أي حاجة، ويلا على أوضتك حالا. دخلت ميرا غرفتها وهي غاضبة من أدهم. كان آسر سرحان ومش مركز في أي حد بيكلمه، بيفكر في العيون الجميلة دي اللي سحرته بالرغم من وقاحة صاحبته. انت يا عم انت فوق كده وركز معايا. ايه يا زفت، انت عايز ايه؟ ده انت فصيل بجد يا جدع. تصدق انت ما عندكش دم؟ آسر بغير اهتمام. وايه الجديد يعني؟ يخرب بيتك يا اخي، سيادة اللواء محمود طلبك بقاله نص ساعة وانا بحاول افوقك وانت مفيش خالص. يا مصيبتي، لا 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 لا، عيب كده يا فهد. سيادة اللواء هيزعل قوي لما يعرف انك خبيت عليا حاجة زي كده وخليتني اتأخر عليه. فهد بقى لا، ولا بطل استهبال يا دي، ما فيهاش هزار. ضحك آسر وسابوه وخرج بسرعة. دخل آسر وأدى التحية العسكرية وهو بيقول: حضرتك يا فندم طلبتني. اقعد يا آسر، عايزك في موضوع مهم. تحت امرك يا فندم، اتفضل. طبعا انت من اكفأ الضباط اللي عندي، وانا بشهد بتمييزك عن باقي فريقك، وعشان كده انا رشحتك لعملية مهمة واتمنى ما تخذلنيش. وايه هي المهمة يا فندم؟ اتكلم اللواء محمود. في الحقيقة هما يعتبر مهمتين. الأولى في طالب ابن عضو مهم جدا في الدولة كشف عن عمليات هتدمر البلد، ومن وقتها بيهددوه بابنه وإنهم هيقتلوه، وطبعا مش عارفين نتحرك، وخصوصا إن ابنه ده رافض أي حرس وبيكره أبوه أصلا. تمام يا فندم، والمطلوب؟ هزرعك وسط الطلاب دول وتحاول تصاحب الولد ده وتبقى معاه في كل خطوة وفي نفس الوقت تحميه. طبعا أنت أصغر ضابط عندنا وأصلا مش باين عليك سن فيدخل عليهم عادي، وإنك سنك نفس سنهم، ومش محتاجة أقولك طبعا مفيش مخلوق يعرف بالمهمة دي. والمهمة التانية يا فندم، جات لينا معلومات إن الكلية اللي هتدخلها والطالب اللي فيها ده بتصرف سلاح، وعاملين الكلية دي واجهة يظهروا بيها على أعمالهم المشبوهة. مهمتك تعرف لي مين الراس الكبيرة ورا كل ده، وطبعا مش محتاجة أقولك بالدليل. تمام يا فندم، تقدر تتفضل دلوقتي. وقبل أن يخرج آسر سمع صوت اللواء: جهز نفسك يا آسر، خلال يومين هتنزل تحضر محاضرات يا بطل. ابتسم آسر وهو بيقول: عن إذنك يا فندم. ها، مهمة جديدة ولا إيه؟ آسر وهو بياخد الجاكيت بتاعه: طبعا هروح أجهز لها بقى، سلام. وعند فارس خلص شغله في الجامعة وهو مروح بالعربية افتكر تلك الجميلة التي رآها. معقول لسه في بنات محترمين بالشكل ده؟ ثم وصل إلى المنزل. بابا لو سمحت، وده أبو حور. عايزة ايه يا حور؟ ويا ريت كلامي يبقى سريع عشان مش فاضي. حضرتك وحشتني قوي، ولا مرة قعدنا نتكلم مع بعض ولا خرجنا. ولو سمحت يا بابا ممكن تشوف يوم حضرتك فاضي فيه ونخرج مع بعض ونتكلم. حور: انا مش فاضي للدلع بتاع البنات ده، انا ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده، ولازم اشتغل كويس عشان تاكلي وتلبسي. حور بدموع بتحاول تخفيها: يا بابا مش مهم الاكل والشرب واللبس، كل ده مستعدة استغنى عنه علشان بس تقضي معايا يوم. عشان خاطري من ساعة ما ماما ماتت وانت مش موجود، وموجود في حياتي يعني كأنك مش موجود، وانا محتاجاك وعايزة اتكلم معاك شوية، ان شاء الله حتى ساعتين بس. ابو حور بعصبية: حور اطلعي يلا على اوضتك حالا. بس يا بابا. ابو حور بصوت عالي: انا قلت حالا. دخلت حور غرفتها وجلست تبكي لساعات طويلة وهي تتذكر والدتها. وعند نور كانت بتشتغل الصبح في مطعم ومطعم تاني بعد المغرب لتوصيل الطلبات، وكانت بتغسل المواعين، وبتوصل في آخر الليل تعبانة ومش قادرة تتحرك فبتنام على طول. وصلت شهادة للمستشفى عشان تطمن على والديها وطمنها مازن، وفضلت قاعدة فترة طويلة حتى أقنعها مازن تروح ترتاح وتيجي تاني يوم وهو هيخلي باله منهم طول الليل. ووصلت شهادة للبيت وفضلت فترة طويلة خايفة ومش مرتاحة ومش عارفة تنام، مع إن المفروض بسبب تعب اليوم أول لما توصل تنام على طول، بس فضلت تفكر في مين هيدفع مصاريف المستشفى. وصلت رسالة للفون عندها من كريم بتقول: شفت سعر المستشفى قد ايه يا حبيبتي؟ المبلغ كبير قوي، بس ما تقلقيش، بمجرد ما توافقي عليا هدفعلك المصاريف كلها، مش هستنى عليك. ردت شهدة بعصبية وضيق: مستحيل اوافق على حد حقير زيك حتى لو هموت، انت اللي جبتيه لنفسك، قابلي بقى.
شاهدة كانت بتفكر كتير هتعمل ايه ويا ترى هو هيعمل ايه فيها. وقتها افتكرت مازن وقد ايه بترتاح معاه في الكلام وبتحس بأمانه، وفي نفس الوقت مش هينفع تحكيله انه يساعدها. وما هي الا ثواني حتى سمعت صوت الباب يضرب بقوة وشخص بيحاول يكسره. كانت مرعوبة ومش عارفة تعمل ايه. وشاهد كانت مرعوبة ومش عارفة تتصرف ازاي لحد ما الباب انكسر، وفجأة قبل ما تعمل أي حاجة لقت اللي بيمسكها من رقبتها وهي بتقول: كريم، انت ازاي تعمل كده؟ عايز مني ايه؟ حبيت اعرفك بس اني لو عايز حاجة هاخدها ومحدش يقدر يمنعني. ومد ايده ليلمس شعرها ولكنها بعدته بقوة. اطلع بره، بقولك اطلع بره. كريم وهو بيقرب منها: ايه ده؟ دي القطة طلعت بتخربش اهو. بعدت شاهد بخوف وهي بتقول: هصوت والم عليك الناس، ابعد عني احسن لك. ضحك كريم بقوة: تفتكري الناس ما سمعتش الباب وهو بيكسر وكل الصوت ده انت طيبة قوي، محدش يقدر يعمل حاجة وانا موجود. وتهجم عليها وكان بيحاول يلمسها لحد ما الفون بتاعه رن ورد بضيق: عايز ايه؟ وسرعان ما ابتسم وقال: طيب سلام. واتصل بشخص تاني وقال: هات المأذون وتعالى حالا. وبعدها وجه كلامه الشاب: كان ممكن اخد اللي انا عايزه دلوقتي بس لما نتجوز احسن. صحيح نسيت اقولك، وصلني خبر ان ابوكي مات. كانت شاهدة ترتجف من الخوف ونزل كلامه عليها كالصاعقة، فانهارت من البكاء: لا لا، مش معقول، مش معقول بابا، سبتيني لوحدي. انا اتكسرت، معقول ما بقاش ليا حضن حنين انترمي فيه؟ ليه يا دنيا كده؟ أول مرة أحس بالعجز والضعف. خلاص ما بقتش جنبي عشان أستقوى بيه. وحاول كريم إنه يقرب منها ولكن شهد كانت بتبعده بخوف ودموع. ودخل مازن وأول ما شهد شافته جريت عليه بخوف. شهد كانت ماسكة في مازن بقوة والدموع مالية عينيها. أول ما شافته حست بالأمان. مازن كان بيحاول يهدي نفسه عشان ما يسببش ليها خوف أكتر ما هي خايفة. مازن كان نفسه ياخدها في حضنه ويطمنها ويحميها، لكن قال في نفسه: اهدى يا مازن، لسه مش حلالة. خلع مازن الجاكيت بتاعه ووضعه على رشه. قرب كريم بغضب عشان ياخدها ولكن مازن بعد: انت مين انت عشان تدخل بيت واحد ومرات؟ بص مازن الشاهد فلقاها بتهز رأسها بمعنى لا. مازن بنفس صف: ادخلي اوضتك، غيري ولما ناديكي بقى اطلعي. وخرجت شهد. كريم كان بيحاول يمسكها لكن مازن تصدى له بقوة. فجأة كريم لقى نفسه على الأرض وبينزل. كان لسه هيضرب مازن لكن مازن بحركة سريعة لف ايد كريم ورا ظهره وداس عليها لحد ما كسرها. كريم كان بيتألم جدا فمازن قال: ده بس عشان لمست حاجة ملك لغيرك، وليه ما تقولش إنها ملك وإن غيري عايز ياخدها؟ افتكر مازن دموعها وخوفها وقرب كريم منها وركفتها، فأعمى الغضب عينيه وفضل يضرب في كريم لحد ما أغمى عليه من شدة الضرب. وسابوا مازن وخرج واتجه نحو غرفة شاه. وقف مازن عند غرفة شاه ولقاها لسه بتعيط وإيديها بترتجف. يلا يا شهدة عشان هنمشي. ومدت شهدة إيدها وهي بترتجف بالجاكيت بتاع مازن، فخدوا مازن منها وغطى بعينيها وشدها على برا عشان ما تشوفش المنظر. خدها مازن وطلعوا برا وركبها العربية. أنا عايزة أروح لبابا، عايزة أشوفه قبل ما يدفن. بصلها مازن باستغراب: عرفتي منين؟ كريم قال. أحكام مازن قبضته على يده بغضب وحاول تمالك نفسه. ووصلوا للمستشفى ودخلت شهد الغرفة اللي فيها أبوها وحضنته وفضلت تبكي. وسابها مازن وخرج وأنهى مازن الإجراءات وانتهت مراسم الدفن. يلا يا شهد. شهد وهي راضية تترك والدها: مليش مكان أروح فيه، أنا عايزة أفضل مع بابا. شالها مازن وهو بيقول: أبوكي اللي طلب مني ده. شاهد بفضول: إزاي يعني؟ فلاش باك: كان مازن قاعد مع أبو شاهد في غرفته وبيفضفض له ويحكي له اللي جواه، ولكن اتفاجئ بوالد شاهد بيفوق فرح جدا وكان هينادي على بعض الدكاترة المسؤولين، ولكن أوقفوا صوت والد شاهد وهو بيقول بصوت ضعيف: بنتك بخير يا حاج، هي في البيت دلوقتي. والد شاهد بصوت يكاد يكون مسموع: بنتي مش بخير، هاتلي بنتي. طيب بس ايه ده يا حاج، الكلام غلط عليك، خد اكتب حضرتك عايز ايه. خد دي ورقة فيها عنوان البيت، روح هات بنتي بسرعة. مازن قلق وخاف تكون شهد فعلا مش بخير. وقبل ما يمشي مازن والد شهد قال له: بنتي أمانة في إيدك، أوعدني إنك ما تسيبهاش. أوعدك يا عمي إني مش هسيبها وأخلي بالي منها. وفجأة بيتوقف الإشعارات بسرعة صوت القلب
ده والد شهد وبيموت والد شهد، فبيشعر مازن بألم في قلبه وقشعريرة في جسده. مازن، أنا وعد باباكي اللي مش هسيبك، ودي وصية. شاهد بدموع، بس حضرتك مش مضطر إنك تتحمل. مش عايزة أسمع الكلام ده منك تاني. والدك هو والدي، واسمعي الكلام ويلا. ووصل مازن البيت الساعة 6 الصبح، ووصل شاهد غرفتها وخرج. وقبل ما يدخل غرفته وقفوا أدهم وهو بيقول: تعالى ورايا على المكتب، عاوزك. أدهم، أنا حكيت النهاردة. النهاردة كان صعب جدا، ممكن نتكلم بعدين؟ مين البنت دي؟ دي حكاية طويلة أوي، هبحكي لك بقى لما أصحى. يلا سلام. شاهد فضلت تعيط وقامت صلت الصبح وراحت في النوم. وصحيت ميرا من النوم وافتكرت إن مفيش فون ولا في خروج من الأوضة، واتضايقت جدا. ودخلت العاملة وحطت ليها الفطار وخرجت، وحست ميرا إن في حد في الأوضة اللي جنبها، ففضلت تنادي بس مفيش رد. فبصت ميرا من البلكونة ولقت حور ونور جايين. خرجت ميرا للبلكونة وفضلت تنادي وترمي حاجات كتيرة على البلكونة اللي جنبها. أيوة أيوة، إيه في إيه؟ آسفة إني صحيتك، بس ممكن تخبطي على مازن بسرعة؟ بس أنا مش عارفة الأوضة بتاعته فين. اللي قدامك على طول، بس بسرعة. خرجت شهد وهي مستغربة واتجهت نحو غرفة مازن. فتح مازن بضيقه وهو بيقول: عايز ايه؟ اسف. شهد وشها احمر وقالب بسرعة: أنا آسفة، بس في بنت عايزة حضرتك ضروري في الأوضة اللي جنبي. وطلعت شهد تجري بسرعة على غرفتها. مازن باستغراب: ايه ده؟ مالها دي تجري كده ليه؟ خبط مازن ايده على راسه وهو بيقول: التيشيرت. رحت له: هو جاي دلوقتي. اسمك ايه بقى يا قمر؟ انا اسمي شهد. بجد اسمك جميل قوي، شبهك، شكلنا كده هنبقى صحاب قوي. ابتسمت شهد بحزن واضح على وشها وقالت: ان شاء الله، عن اذنك بقى. حست ميرا إنها مش بخير، ففضلت تسيبها لوحدها دلوقتي، ودخلت الأوضة بتاعتها تستنى مازن. خير يا بلوة حياتي، عاوزة إيه؟ مش هحاسبك على كلامك ده دلوقتي، البنات صحابي تحت وأنا ممنوع عليا الخروج. أعمل إيه؟ يعني انتي مش جايباني اصلا عشان تقولي لي الحل واعمله ليه؟ حبيبي يا مازن، امان عليك، انزل شوف البنات تحت وقعدهم، واما انزل لهم او يطلعوا لي، وفي الحالتين طبعا استاذ ادهم لازم يكون عارف. طيب لما انزل اشوف الدنيا ماشيه ازاي. وقبل ما ينزل مازن وقفته ميرا وهي بتقول: مين البنت اللي في الأوضة دي؟ شكلها حزين قوي. بعدين يا ميرا، بعدين هبقى أعرفك. وفي مكان تاني عند شخص مجهول يتحدث مع شخص آخر: البنت دي عايزة تكون عندي، حطها مع البنات اللي هتجيبهم، بس محدش يجي جنبها. وقفل الخط وضحك ضحكة شريرة. تفتكروا مين الشخص ده؟ ايه القصر اللي مفهوش حد نتكلم معاه ده؟ وازاي البنت دي ما تقولش انها ساكنة في القصر ده؟ بس لما شفت يا بنتي هدي صوتك سمع الجيران. نور بهمس. مين الواد الحلو اللي جاي هناك ده؟ يا بنتي هدي شوية، عيب كده. اهلا بيكم، انتوا صحاب ميرا؟ ايوه، وانت مين بقى؟ حور بصت لها بصدمة، فابتسم مازن وقال: انا اخو ميرا الكبير، اتفضلوا معايا. حضرتكم هتستنوها هنا وهي هتجيلكم دلوقتي، يلا عن اذنكم. وخبط مازن على مكتب ادهم وسمح له ادهم بالدخول. بقول لك ايه بقى يا ادهم، لازم تظبط نفسك كده مع ميرا. ايه بس الدخله دي؟ هي اشتكت لك ولا ايه؟ لا، بس المفروض تحببها فيك، ما تزودش عقابك ليها وقسوتك عليها، حاول تصاحبها. مش فاضي انا للكلام ده ومش مهتم بيه. على فكره واضح قوي حبك ليها. لا ابدا، ما بفكرش في الكلام ده خالص. تمام، حلو قوي، بس خلي بالك في واحد جاي يتقدم ليها كمان يومين. ادهم والغضب تملك منه. مين ده وشافها فين؟ مازن ببرود: واضح جدا انك مش مهتم بيها ومش بتحبها. حاول بقى تقرب منها وتبقى على الاقل صديق ليها. مين البنت اللي فوق دي؟ حكى مازن لأدهم عن كل حاجة. باين عليها حالها صعب قوي، الله يصبرها. بقول لك ايه، ميرا اصحابها تحت بقالهم ساعة، خليها تنزل لهم. تمام، وفي ناس جايين عندي عشان صفقة مهمة، مش عايز اي غلط ولا اي صوت، نبه عليه. تمام ماشي، عندي عملية في المستشفى. سلام بقى، بالمناسبة ممكن اتأخر النهاردة. وعندي ميرا نزلت للبنات وحضنتهم وهي بتقول: وحشتوني قوي يا جزم. انت بخير؟ وحصل ايه معاكي؟ وليه يا بنتي ما بترديش؟ بقالك شهر غايبه. عارفه يا بنتي يا ميرا، رحت اديت البنت اللازقه ام صرم دي كف محترم. يخرب بيتك يا نور، ازاي عملتي كده؟ دي اتفصلت من الجامعه يومين بسبب العمله دي. ليه ان شاء الله؟ وهي تخلي صاحبتي تعيط بالشكل ده وهسكت لها؟
حضنتهم ميرا بحب وقالت ربنا يخليكوا ليا يا رب. مالك كده يا ميرا؟ حاسة في حاجة شاغلة بالك؟ شهد زعلانة قوي، مش عارفة ليه، عايزة أخرجها من كل ده. مين شهد دي؟ ممكن نقول قريبتي من بعيد، زي أختي برضو. طب هي فين دلوقتي؟ هي قاعدة لوحدها فوق. طيب يلا نطلع لها. طلعوا البنات لغرفة شهد، فقالت نور بمسح القمر بتاعنا زعلانة ليه كده؟ اعترفي وإلا هضرب البت دي. وشاورت على حور. استخبت حور ورا ميرا وقالت البت دي مجنونة، اتوقعوا منها أي حاجة. شهد ابتسامة خفيفة. أنا آسفة بس أنا مش عايزة أتكلم، عن إذنكم أنا عايزة أرتاح دلوقتي. لا بقولك إيه، إحنا لازقين هنا، احكيلي مالك يا حبيبتي. حست ميرا إنها مضغوطة ومش قادرة تتكلم، فحضنتها وفضلت تطبطب عليها. فانفجرت شهد في البكاء وحضنت ميرا بقوة. خدي اشربي شوية مية وهاتي نفسك كده عشان ترتاحي، وعارفة هترتاحي لو خرجتي اللي في قلبك. خدت شهد المية وشربتها وحست براحة مع البنات، فارتاحت شهد وحست إنها فعلا محتاجة تتكلم، وحكت ليهم كل حاجة، وكل ما تتكلم بتزيد دموعها. وعندما خلصت قصتها كانت حور وميرا بيعيطوا عليها. قومي انتي وهي قدامي نتوضى عشان نصلي العصر وبعدها نبقى نتكلم. وقاموا البنات واتوضوا وصلوا، وبعد الصلاة قالت نور حاسة بإيه دلوقتي يا شهد؟ حاسة براحة الحمد لله، أحسن من الأول. طيب جه دورك يا ميرا، حصلك إيه؟ وحكت ميرا عن اللي حصل لها. طيب يا شهد احمدي ربنا، ده بيحبك قوي، عندك أب وأم وإنك شبعتي من حنيتهم، غيرك متلطم ومتبهدل من وهو صغير من غير أهله. أما أنت عندك أهل وقفوكي على رجلك وكبروكي وعلموكي تكوني قوية عشان تواجهي الحياة صح، وربوكي على التدين. وانتي ما شاء الله عليكي جميلة ومتدينة، عشان وقت زي ده تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون. خليهم يعيشوا في مكان يكونوا مبسوطين فيه بعيدا عن الناس والبشاعة اللي بنشوفها منهم. تفتكري هم كانوا مرتاحين في الدنيا دي؟ المفروض تكوني مبسوطة إن بقى دلوقتي في مكان أحسن من هنا بكتير، وتكوني أحسن وأقوى لأنه شايفك. خليه يبقى سعيد ببنته القوية المؤمنة، ما تعذبهوش بعياطك عليه. شهد عينيها دمعت وقالت معاكي حق، بس حاسة ان انا وحيدة من غيره هو وماما، وحاسة اني ماليش حد. ازاي تقولي انك مالكيش حد؟ اما احنا ايه، احنا اخواتك ومعاكي وفي ظهرك. اوعي تقولي انك وحيدة ابدا. حور وهي بتمسح دموعها عشان خاطري ما تعيطيش تاني، وحضنتهم شهد وهي بتقول بجد مش عارفة من غيركم كنت هعمل ايه. اما انتي بقى تستاهلي ضرب الجزمة. وقرصت ميرا. ليه بس انا عملت ايه يا بنتي؟ انا مش قلتلك مالكيش دعوة بالزفتة دي وما تمشيش معاها؟ ما سمعتيش الكلام ليه؟ وكمان كذبتي عليا. ما كنتش اقصد اني اكذب عليكم، وبعدين انا اتعاقبت عقاب وحش قوي. كفاية ان ده اول يوم اخرج فيه من الاوضة بتاعتي، وكمان ممنوعة من الفون. مش هتبقى انتي والزمن والايام وادهم عليا. تستاهلي، بس يا رب نتعلم بقى وتسمعي الكلام وبلاش عناد. حاضر يا ماما نور، بعد كده هسمع الكلام. اي حاجة تاني؟ يلا يا حلوة انت وهي كل واحدة فيكم تقرأ جزء او 2 من القرآن على روح بابا شهد. شهد انت وعدتيني مفيش عياط تاني، لازم نكمل حياتنا ونلاقي نفسنا ونعمل خير في الأرض عشان يفرحوا اللي في السماء. وبعد ما البنات خلصوا من قراءة القرآن قالت ميرا يلا نقعد في الجنينة يا عيال. يلا يا شهد. وهم نازلين على السلالم سمعوا صوت عالي جدا من غرفة فارس وهو متعصب وبيقول يا حيوان يا آسر. حور بتوتر ايه ده يا ميرا؟ ايه الصوت ده؟ لا عادي، ما تاخديش في بالك، اكيد آسر عمل مصيبة لفارس. وعند البنات اتحركوا ونزلوا الطابق السفلي. الله صحيح يا بنتي يا مرمر. مرمر. اول مرة تدلعيني على كده. هو كل اللي في البيت عندك كده فراتيك؟ يعني ايه فراتيك دي يا بنت؟ شفت واحد ما شاء الله عليه فرتيكة، يخرب بيت جماله. يخرب بيتك اسكتي، سمعت صوت ادهم احسن يكون جاي. وعند ادهم كان جاي مع رجال اعمال ودخل بيهم عند المكتب، وخرجوا معاه طفل صغير واتجه بيه نحو ميرا. الواد ده خليه معاكي لاننا في صفقة شغل ومش هينفع يحضر معانا. تمام ماشي. وخرجوا البنات والولد واتجهوا نحو الجنينة. هو ده بقى أدهم ما شاء الله عليه فرتكة برضه. حرب كسوف من كلام نور. يخرب بيتك انت ازاي كده؟ اتهدي بقى. المهم انك اكتشفت ان الفرتكة الاولاني طلع اخوكي. طب ايه؟ وغمزت لميرا. جه صوت من وراها وبيقول طب انا فرتكة اكتر منه. وغمز لها وهو بيقول ايه بقى؟ ايه رأيك؟ قالت نور بتلقائية وبصدمة. احاه
استخبت نور ورا ميرا وضحك آسر عليها بقوة وضحكوا عليها البنات. الحق اهرب بقى. اهرب ليه؟ هو انا عملت ايه؟ انت عملت ايه الفارس مخليه متعصب كده؟ ما عملتش حاجة، احنا هنصيع، هو انا فاضي اصلا؟ وسكت شوية وكأنه افتكر حاجة وضحك. ايوه كده افتكرت عملت ايه؟ سجلت له وحطيت صورته على موقع جواز. يخرب بيتك، ده دكتور في الجامعة شكله هيبقى وحش جدا. الحق عليا برضو اني عايز استره بدل ما يعنس. روح قوله الكلام ده بقى، مش ناقصة إصابات، أنا هروح أبات بره، يلا سلام. ومشي آسر. والله فرحانة فيكي، تستاهلي عشان تتهدي شوية. وقال الواد الصغير لميرا: هاي، أنا حمزة في الصف الأول إعدادي، وإنتي؟ بص كده يا زميلي، البت دي تخصني وصاحبتي أنا بس، فابعد عنها. شايفة الطفولة المتأخرة؟ قصدك تشرد مبكر. ايه يا بنتي، بالراحة على الواد شوية، ده لسه كيدز يا نور، يستحسن تخليكي في حالك برضو. يا ده انت لمي نفسك بدل ما اقوم اضربك. تجاهلها حمزة وبص لميرا وقال: ما قلتليش انتي مرتبطة؟ فتحت ميرا بقها بصدمة وبصت لنور اللي عمالة تضحك على شكلها. بتبصيلي ليه؟ مش هو ده كيدز والأطفال أحباب الله؟ شيلي بقى. وبصت لشهد وقالت: هو ده بقى الحب من أول نظرة بين ميرا وحمزة. اتفرجي على المسلسل الجاي ده هيعجبك قوي. ميرا بتوتر: لا لا طبعا، احنا لسه صغيرين على الكلام ده. الله، في حد صغير وقمر كده برضه؟ جبتها في الجون يد يا حمزة، انت كده وقعتها خالص. خليكي في حالك احسن برضو، انا ما كلمتكيش انتي. بعدين بص لميرا وقال: بتعرفي تغني؟ ايوه ياض، صوتها حلو قوي. وبصت ميرا لنور بضيق: ايه ده كيدز؟ مش هو ده الكيدز يا حبيبتي؟ غني لي اغنيه عن الحب، تسمعي عن قصص الحب بتاعت عنتر وعبلة وقيس وليلى. نور حطت ايدها على خدها وهي بتقول: الله، ايه الواد الرومانسي ده. وللحظة دي نسيت شهد كل حاجة وما قدرتش تمسك نفسها هي ونور ودمعوا من كتر الضحك. تعالي نتكلم مع بعض ونفكر شوية. تفتكري ليه الحب كان قاسي على عنتر وعبلة؟ وليه الحب كان سبب في جنون قيس مع ان الحب شعور جميل جدا؟ تفتكر القصص دي كانت قصدها تحببنا في الحب ولا تكرهنا؟ فتحت ميرا بقها بصدمة وما كانتش قادرة تتكلم. الواد ده اكتشاف. غنت ميرا عشان تهرب من كل ده وقالت: منتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكايته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك روايته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرأ، وقلت لك 100 مرة، أنا قلت لك 100 مرة، أنا لسه أنا لسه صغيرة. أما انت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. عبلة وعنتر عملوا ايه علشان الحب يقسى عليهم؟ وحبيب ليلى اتجنن ليه؟ وليه الدنيا غدرت بيهم؟ ما كنتش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم؟ هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرأ، وقلت لك 100 مرة، أنا قلت لك 100 مرة، أنا لسه صغيرة. وسقفت نور وهي بتقول: حلو قوي، كملي. فهمت ايه من الأغنية دي يا حمزة؟ فهمت إنه مش المفروض نقرأ كتير عن الحب ولا نتكلم عن الحب دلوقتي. احنا لسه صغيرين، هيجي وقت وهنكبر فيه، ولما قلبك يدق يبقى ده الحب. بس طول ما احنا صغيرين ما ينفعش نحب. وقال حمزة لميرا: أنا عايزة أتكلم معاكي على انفراد. ومسك إيدها ومشيوا. ومشيت نور وراهم وصورتهم فيديو، وحمزة مسك إيديها وحطها في إيده التانية وقال: أنا عايزة أقولك إن من أول ما شفتك وأنا حبيتك بجد. ميرا فتحت بقها بصدمة ووشها كان أحمر ومش عارفة ترد ولا تتكلم وقالت: آه أكيد قصدك زي أختك الكبيرة صح؟ طبعا. وطلعت نور للبنات وورتهم الفيديو وهي هتموت من الضحك. وانتهى الاجتماع وخرج أدهم والناس اللي معاه. وجه حمزة يسلم على ميرا قدام الكل، مدت ايدها فشدها بقوة وحضنها وبسها من خدها، فانصدمت ميرا ووشها أحمر. نور حطت ايدها على بقها بسرعة بوحوش وفضلت تضحك وكانت بتحاول تكتم الضحك. وشهدة بصت الناحية التانية وضحكت. أدهم كان متعصب جدا بس حاول يتمالك نفسه.
عايز رقمك عشان ابقى اكلمك. هو ده اللي كان ناقص. ميرا بتوتر مش حافظة الرقم والفون مع ادهم. نور بهدوء للبنات، الواد ادهم ده الدخان بيطلع منه شكله هيولع، والبنات كانوا بيحاولوا يمسكوا نفسهم عشان ما يضحكوش. وراح حمزة لادهم وهو بيقول له عايز رقم. نور بصوت واطي للبنات، يا لهوي هياكلوا كده شوية وهيجيبوا من زمارة رقبة. شد أدهم الولد وحطه جنب أبوه وقال له مع السلامة يا حبيبي، مفيش أرقام. ودخل أدهم وأمر بتحضير الطعام. وعند البنات دخلوا أوضة تانية وكانت غرفة جلوس، وعطت نور الفل لميرا وفرجتها الفيديو، والبنات فضلوا يضحكوا. نور وهي لسه بتضحك، يلا يا بتاعة الكيدز. مش عارفة والله، لا بجد مش المفروض انه طفل، ازاي كده؟ ده انت اللي طلعت طفلة خالص. خبط ادهم قبل ما يدخل وقال يلا عشان الغدا جاهز. انا بعتذر جدا من حضرتك، انا لازم نمشي حالا. خليكي يا حور لسه بدري، مش هقدر والله، بابا بعتلي رسالة ولازم اروح حالا. يلا يا نور، انا جاية اكل اصلا. مع نفسك يا حبيبتي، مع السلامة، وانا قلبي دعيلي. ابتسمت حور وقالت طيب أنا همشي بقى. فرصة سعيدة جدا يا شهد، بجد مبسوطة جدا بمعرفتك. هاخد رقمك من ميرا وهنتكلم كتير. شهد حضنت حور وقالت أكيد يا قلبي، ومشيت حور. وعلى السفرة نور بهمس الفرتيكة جه. وصل مازن وقعد وقال أسفة على التأخير. وقعد شوية وبص لشاهد وقال عاملة ايه يا شهد النهاردة؟ كويسة الحمد لله. نور بحس ده ما سألش عني. لا لا لا، خلاص قلبي انقسم نصين من الوجع. وبعد ما خلصوا الغدا روحت نور، وللأسف اتخطفت وهي في طريقها للمنزل. وحور وصلت لبيتها بسلام. ونروح بينا عند ميرا، اتكلمت مع مازن وقالت مازن خلي أدهم يديني الفون وعايزة أروح الجامعة. أنا مالي، روحي كلميه انتي بنفسك. لا أصل بخاف منه، كلمه انت عشان خاطري. أنا ماليش دعوة بيه، روحي كلميه انتي، مش هياكلك يعني. طيب أصلا مش عايزة منك حاجة، هروح بنفسي ولا الحاجة ليه. ومشيت ميرا وقال لها مازن مع السلامة وأنا قلبي دعيلي. أتمنى إن انتي تكوني مبسوطة معانا هنا. أيوة طبعا مبسوطة، وحبيت ميرا وصحابها جدا. كويس اهو، حالتك النفسية أحسن النهاردة من قبل كده. أيوة الحمد لله. صحيح هي ماما حالتها عاملة ايه النهاردة؟ الحمد لله حالتها كويسة وفي تحسن. طيب الحمد لله، عن إذنك بقى هروح أرتاح في أوضتي. وعندي ميرا خبطت على باب أدهم بتوتر، ودخلت بعد ما أذن ليها بالدخول. كانت رجلي بتقدم ورجلي بتأخر، بس شجعت نفسها وحاولت تتكلم بكل ثقة. أيوة يا ميرا، في حاجة ولا ايه؟ كنت محتاجة الفون بتاعي، عايزة أطمن على البنات وصلوا بخير ولا لأ. اقترب أدهم منها وقال وإيه تاني؟ ميرا بتحاول تتكلم بثقة وهي متوترة من قرب. وعايزة أروح الجامعة، فاتني كتير قوي. بالنسبة للجامعة أنا جبتلك كل المحاضرات اللي فاتت يا آنسة ميرا. ورفع إيده يشيل حاجة كانت على شعرها. شهقت ميرا بخوف وبسرعة رفعت إيديها بتحاول تحمي وشها، فرفعت إيدها على وشها وكانت مغمضة عينيها وكانت بترتعش بخوف. كل ده لاحظه أدهم وافتكر لما ضربها على وشها. ندم على تصرفه ده وبسرعة أبعد إيده عنها. طلع أدهم الفون من المكتب وقال تقدري تاخديه، لكن الجامعة الأسبوع اللي جاي هتبقي تروحي لأن في امتحان الميد ترم. يستحسن تبقي الأسبوع ده في البيت تذاكري كويس. تقدري تخرجي دلوقتي. خرجت ميرا ووضع أدهم يده على رأسه وقال بدين فعلا مازن كان معاه حق. ودخلت ميرا لغرفتها وحاولت تتصل بنور كتير قوي، لكن مفيش رد. قلقت وبعدين قالت ممكن تكون نامت فهتتصل بيها بكرة، ودخلت تنام. وفي الفجر دخل آسر يسحب ونط من الحديقة لشباك الأوضة بتاعته ونام. وفي صباح يوم جديد صحيت شهد وهي مفزوعة وبتقول زلزال زلزال، وقعت على الأرض. بصت على السرير لقت ميرا بتتنطط عليه وهي بتضحك. حرام عليكي بجد رعبتيني، حد يصحي حد كده؟ أعمل ايه يعني؟ هي دي طريقتي عشان أصحي أي حد. يلا عشان الفطار جاي. كان ممكن أفطر لما أصحى في أي وقت عادي يعني. هنا في نظام بعيد عنك، اتأخرتي مفيش أكل. حاجة مش وحشة برضه، يعني فرصة حلوة عشان تتجمعوا وتشوفوا بعض. الأكل بيبقى أحلى كده. طيب يلا عشان ما نتأخرش. وعلى الطعام الكل كان موجود ما عدا أدهم. وفارس أول ما شاف آسر مسكه من قميصه وقال أنت فاكر عملتك دي هتعدي كده؟ يا عم أنت مكبر الموضوع. حد يقول يشوف الموزس اللي على الموقع ده بيقعد معاهم. وبعدين بص ورا فارس وقال إيه ده؟
عارفة بتصل بيها برضه ما بتردش، بدأت أقلق عليها. طب اقفلي دلوقتي أشوفها في الجامعة وأبقى أكلمك. وراحت فورا على الجامعة واكتشفت إنها ما جاتش أصلا ولسه مفيش رد لحد ما الفون اتقفل. قلقت حور أكتر وراحت تشتري أكل، وهي راجعة كانت عمالة تفكر في نور وما خدتش بالها إنها بتعدي الطريق وفي عربية جاية. ونزل فارس بسرعة من عربيته عشان يشوف البنت. كانت حور مصدومة ومضغوطة، وأول لما شافته فضلت تعيط. يا نسا حاسة بوجع، طب فيكي حاجة؟ حور وهي لسه بتعيط وفارس مش قادر يفهمها، وهي ما قدرتش تبرر عياطها ده وقعدت تبص ناحية الساندوتش. طيب مالك؟ رجلك وجعاكي؟ طب فيكي حاجة؟ حور بتموت. الساندوتش بتاعي وقع. حط فارس ايده على راسه وقال يا انا كل ده عشان ساندوتش؟ وقف فارس وقال استني هنا 10 دقايق وجاي تاني. وبعد شوية رجع فارس وكان معاه شنطة. قال فارس خدي يا ستي سندوتشين وعصير ومية، اشربي كده وفوقي ويلا عشان وراكي محاضرة. وانت عرفتي منين؟ مش انتي الفرقة التانية هندسة؟ عرفتي ازاي؟ ابتسم فارس وقال انا الدكتور بتاعك، بدي الفرقة الاولى والتانية بدل دكتور مراد. حور وشها احمر من الخجل على اللي عملته وعيطها وقالت انا اسفة، وكانت لسه هتمشي. فوقفها فارس وقال على فين؟ انتي عندك محاضرة عندي دلوقتي هوصلك، اصل الدكتور بتاعك بيحب المواعيد المظبوطة وما بيحبش حد يدخل بعده. ونروح بينا عند نور. فقت نور وهي بتقول يا دماغي مش قادرة. وأخدت شوية عبال ما استوعبت إنها في مخزن مهجور وفي بنات كتير مخطوفين معاها. إيه ده، هو إحنا مخطوفين؟ ردت البنت اللي جنبها ما تخافيش إن شاء الله هنخرج من هنا. انتي بتهزري؟ ده خبر حلو جدا. يا جدعان أخيرا هنعيش جو المغامرات والأكشن ويجي زعيم العصابة ويعجب بيا. يا سلام على الجو الروايات ده، مفتقداه جدا. هي مجنونة دي ولا إيه؟ وشوية وفضلت نور تصرخ بصوت عالي وهي بتقول انتم يا بهايم يلي هنا جعانة، دي مش أخلاق حرامية خالص. فدخل واحد بعضلات وشكله يخوف وهو بيقول عايزة يا بنت صوتك عالي ليه؟ ايه الصداع اللي عاملاه ده؟ جعانة يا اخويا، ازاي خاطفيني من امبارح وما جوعش يعني؟ انت فاكرة نفسك في فندق 5 نجوم يا روح امك؟ لا بقول لك ايه، بلاش غلط لحسن اقسم بالله اقول للقائد بتاعك اللي هيحبني مستقبلا هخليه ينفخك. انا بقول لك اهو. وجي راجل تاني وقال يا عمي فعلا هي دي اللي الزعيم معجب بيها. هذه الكركديه هو ده بجد؟ اخرسي شويه والاكل هيجيلك. انا والبنات يا كابتن يرضيك اكل والناس دي تبص لك فيها فاشرق فاموت فالقائد بتاعك ينفخك؟ لا ما يرضنيش. لا. الراجل بعصبيه ونفس صبر هاتولها اللي هي عايزاه بدل ما اقتلها واحده. وبدات نور تحس بالخوف فبقت بتدعي ربنا انه ينجيها. اما اسر وصل الجامعه وكون صداقات مع الشباب هناك وحضر اول محاضره وحاول يقرب من الولد اللي اللواء قال له عليه، وكان اسمه يوسف. لكن يوسف كان مركز مع البنات خالص، فحاول آسر يعلي عليه وتصاحب على بنات كتير أوي، وده خلى يوسف ياخد باله من آسر. وبعد انتهاء المحاضرات لاحظ آسر شاب شكله غريب مش من الجامعة، وكان شكله متوتر. وقف واتكلم مع حد كده ومشي. وجه معتز وحاول يتعرف على آسر وقال أهلا أنا معتز، ممكن نتعرف؟ آسف جدا أنا لازم أمشي دلوقتي عشان مش فاضي. مشي آسر بسرعة وشاف نفس الشاب ده واقف قدام باب الجامعة. وفضل آسر ماشي ورا الواد اللي كان واقف ده وتخفى كويس وخد باله عشان الولد ما ياخدش باله منه. وفضل ماشي ورا الولد ده لحد ما وصل لمكان مهجور مفهوش أي حد. وفجأة جه شخص وضرب آسر على دماغه بقوة، ووقع آسر من شدة الضربة وفقد وعيه. ووصل فارس حور بعيد عن الجامعة، طلب منها لأنها ما كانتش حابة حد يشوفها وهي طالعة من العربية بتاعته. دخلت حور المدرج وقعدت واتفاجئت بالشاب قاعد جنبها، وكل شوية كان بيحاول يكلمها بس حور ما ردتش عليه. كان فارس ملاحظ ده واتضايق جدا وما كانش فاهم ده ليه، بس حاول يتجاهل شعوره. قال يلا كل واحد ركز معايا عشان هبدأ المحاضرة. ونروح بينا عند آسر. بدأ آسر يفوق ومسك دماغه بوجع شديد. قومي يا موكوس انتي ايه يا شيخة؟ اي مصيبة لازم اشوفك قدامي؟ ده قدرك ونصيبك مش هنعترض. ايه ده انتي بتاكلي؟ ما انا لازم اسلي نفسي مش زيك. قلتيلي. طب وانتي ليه مش مربوطة زينا؟ يا حبيبي للخطف مستويات، شوف انا مستوايا فين وانت مستواك فين. على الأرض كلب ذليل. لو مش مربوط كنت نفختك. وقال آخر كلمة بصوت عالي فخافت نور، وبعدين قال
أول مرة أعرف إن الخطف مستوى جديدة دي. دخل شخص وبص لآسر وقال: أنت مين ياض وصلت المكان ده إزاي؟ حضرتك دي حبيبتي وكنت قلقان عليها ومش عارف أوصلها خالص، وصلت من الفون كان محدد آخر موقع كانت فيه. حد يعرف المكان ده غيرك ياض؟ لا، محدش يعرفه. ليه بقى قطع الأرزاق ده؟ حبيبة مين ياض انت؟ بس يا بايرة انت لاقي حد يعبرك؟ كانت نور لسه هترد عليه فقال: ثانية واحدة، انت ايه اللي جابك هنا وليه التعامل معاكي بيقولوا ان القائد بتاعهم بيحبني، انت عندك خطة اطلع بيها من هنا؟ ايه بيحبك؟ أنا كنت جاي أتفرّج، بس ما عملتش حسابي إن ممكن أتقفش. تصدّق يا جدع إن ما فيش منّك فايدة أبدًا؟ وبعد شوية سمعوا صوت عربية جاية من برّه، وبعدين صوت كتير هُم بيكلموا الزعيم بتاعهم. البنت اللي قُلت لك عليها جوّه؟ أيوه يا زعيم موجودة. طيب هاتها لي بسرعة ودخّلها العربية. حاضر يا باشا، هاعمل لك شاي بس استنى في العربية وهاجيبها لك. إيه ده؟ أكيد ما يقصدنيش صح؟ وجريت على آسر ومسكت فيه بقوة. إيه يا متخلفة انتِ في إيه؟ استخبى أصل خايفة هاجي ياخدوني دلوقتي، فكيني طيب بدل ما اتشل. وفكت نور آسر وقال: يا بنات انتوا أقوياء جدا وعندكم قدرة تتحمل وتفوق الرجالة 100 مرة، انتوا مش ضعاف ومش كتير، يعني ممكن جدا نهرب من كل ده النهاردة ونخلص منهم لو بس كلنا كنا ايد واحدة ومحدش فينا يخاف. وفك آسر ونور البنات وكل واحدة من البنات مسكت حاجة تحمي بيها نفسها، وفتح آسر الفون اللي كان مخبيه وبعت لضابط صاحبه من الاسم الموقع. فأخد قوة وراح على العنوان اللي بعته آسر بأقصى سرعة. لاحظ آسر على نور الخوف اللي أول مرة يشوفه في عيونها، لأنها دايما مبينة القوة. هتكوني بخير يا نور وكل حاجة هتعدي ما تخافيش. ودخل أول واحد وضربه آسر بقوة فأغمى عليه. ولاحظ كده الراجلين اللي كانوا برا، فدخل الاتنين مع بعض وبدأ آسر يضرب فيهم وبيحاول يتصدى ليهم وقال للبنات: اهربوا بسرعة يلا. كان البنات لسه يجروا لكن واحد من الرجالة ساب آسر وراح ليهم وفضل يضربهم. فقامت نور ضربته بخشب على دماغه. هربوا البنات وصرخ آسر في نور: انت غبية يلا هربي بسرعة، مستنية ايه؟ نور بدموع خوف: لا يا آسر مش همشي واسيبك. والشخص المجنون كان واقف برا وفي واحد من الرجالات هيجري عليه بسرعة: الحق يا زعيم البنات هربوا. هربوا ازاي يعني؟ وانا مشغل معايا شوية أغبياء؟ بعدها سمع صوت عربيات البوليس فركب عربيته هرب بسرعة وهو بيشتم بأفظع الألفاظ. وقام واحد من الرجالة ومسك نور وحاولت إن هي تبعده وتضربه، لكن ضربتها ما أثرتش فيه لأنه كان عامل زي الصقر ما بيتحركش. وغمضت نور عينيها وقبل ما الراجل ما يمسكها لقى ضربة قوية من آسر أسقطته أرضا. وطمنه لما القوات جات وأخد آسر نور من إيديها عشان يخرج بيها. وسمعت نور صوت طلقات النار فبصت لقت آسر واخد رصاص بدل عنها وأغمى عليه، وخدوا آسر بسرعة على المستشفى. اتصدم مازن أول لما شاف أخوه غرقان في دمه. جهزوا غرفة العمليات حالا ووصل خبر لفارس وفي ثواني كان في المستشفى. ونروح بينا عند أدهم وميرا وشهد. كانت شهد عمالة تتصل بلازم كتير قوي ولكن ما كانش بيرد. مش معقول كل ده مفيش رد، أكيد في حاجة، أكيد في العمليات. كانت ميرا قلقانة جدا وحاسة الإحساس وحش. وبعد شوية رن فون أدم: أيوة يا فارس انتوا فين كل ده؟ فارس بتوتر وصوت مليء بالحزن: آسر في العمليات يا أدم. نزلت دموع فارس لأول مرة على حال أخيه وهو قلقان عليه وكان بيحاول يتمالك نفسه. أدم أول لما سمع الكلام ده قام من مكانه بسرعة وقال: طيب أنا جاي حالا. وقبل ما يمشي أدهم وقفته ميرا وهي بتقول: إيه أدهم في إيه؟ حد حصل له حاجة صح؟ ما تسيبنيش هنا لوحدي، خدني معاك يلا بسرعة على العربية. وبعد دقايق وصل الممر اللي فيه غرفة العمليات. وجريت ميرا وشهد لما شافوا نور بتعيط. ميرا وهي بتعيط: ايه يا نور في ايه؟ حصل ايه بس؟ ايه اللي حصل عشان يدخل العمليات؟ اتصاب برصاصة. طيب وازاي وصل له الرصاص؟ بسبب العصابة. عصابة ايه؟ وبدأت نور تحكي لهم كل حاجة وعلى اللي حصل. مازن معاه جوه إن شاء الله هيبقى خير. وبعد ساعات من الانتظار طلع مازن من غرفة العمليات وكان باين على وشه الإرهاق والكل كان واقف حواليه. الرصاصة كانت في مكان صعب بس قدرنا نطلعها والحمد لله حالته مستقرة دلوقتي. هيطلع امتى يا مازن؟ تعرف آسر مش بعيد بكرة يقولك أنا عايز أخرج ومحدش بيقف في طريقه، المهم روحوا انتوا
وأنا قاعد معاه النهارده ما تقلقوش. بس أنت شكلك مش بخير. ابتسم مازن وقال: لا أنا بخير، بس روحوا انتوا. كانت نور لسه هتمشي بعد ما اطمنت عليه، لكن وقفها صوت أدهم وهو بيقول: رايحة على فين؟ أنا هروح بس. أظن سمعنا كلامك مرة واتخطفتي. تفتكري المرة دي هيحصل فيكي إيه؟ فارس، خد البنات بما فيهم الآنسة للقصر، وممنوع الخروج لأي حد فيهم. وأنت يا مازن يا ريت تغير وتروح معاهم. وقبل ما يتكلم مازن قال: كلامي ما فيهوش نقاش، ارتاح وبكرة بقى تعالى كمل شغلك. ووصلوا القصر، وأول لما دخل مازن غرفته نام على طول. أما فارس فكان بيخلص بعض التصاميم والشغل للشركة بتاعته، وارتاح جدا بعد ما عرف بحالة أخوه وإنه اتحسن. ففرد جسمه على السرير بتفكير، وكان بيفكر في كل حاجة لحد ما جت على باله البنت اللي لو بص ليها وشها بيحمر، وعيتها زي الأطفال على السندوتش، وبراءتها ورقتها. أول لما جت على باله ابتسم، وبعدها راح في النوم. روح بينا عند البنات اتكلمت شهد وقالت: مازن كان شكله صعب قوي النهارده، هو بس مرهق جدا، بكرة هيكون كويس، هتناموا معايا النهاردة ماليش دعوة. من عيوني يا نون، انتي يا بنتي يا ميرا، ادهم ده طلع بيخوف أوي، ازاي مستحملاه؟ ابتسمت ميرا وهي بتقول: يلا على النبي يا أختي. وعند أدهم فضل أدهم صاحي طول الليل مع آسر لحد ما جه الصبح ووصل مازن. وأول لما وصل مازن مشي أدهم بسرعة من المستشفى على الشركة بتاعته. لاحظ مازن تعب أدهم الواضح على وشه، بس ملحقش يتكلم معاه لأنه مشي بسرعة. وعند فارس فطر مع البنات وأمرهم إن مفيش خروج لأي سبب، وأخد أوراقه وراح على الشركة بتاعته. واتصلت ميرا بحور وحكت ليها على كل اللي حصل. طيب يا ميرا أنا جاية دلوقتي، ونروح بينا في المستشفى عند مازن. بقى آسر كان بيبص حواليه باستغراب. أخيرا فوقتي يا أخت صبري، هتفضل تقلقنا عليك كده كتير؟ أعيش وأقلقك يا قلبي. مازن بشكل كأنك مش مظبوط كده يا واد. قال له: صحيح كان معايا بنت كده. قصدك على نور؟ فضلت موجودة لحد ما اطمنوا عليك بعد العمليات، وبعدها مشيت ازاي وفي لسه خطر عليها. أدهم قال لها ما تخرجش من القصر، انت عارف أدهم في بداية عصبيته بيكون ازاي. ابتسم آسر فقال له مازن: يلا تعالى اغير لك على الجرح ده. لا بقولك ايه، مفيش ممرضة بصة كده هي اللي تغيرني يا ابني. اتلم بقى، هو انت اللي فيك مفيش فايدة خالص. يا عم خلينا نشوف حاجة حلوة على الصبح، اعمل مع اخوك واجب، مش ممكن ربنا يصلح حالي واتجوز. ابتسم مازن: من عيوني يا اخويا، ده انت تؤمر. ونادى مازن على احد الدكاترة وقال: جيب سناء للأستاذ، أصله بيدور على صلاح الحال وعايز يتجوز. ابتسم الدكتور وقال: تمام ماشي يا دكتور مازن، ثواني وهكون عندك. وبعد شوية دخلت سناء، وكان آسر مغمض عينيه ومبتسم، وسناء كانت تقرب منه وبتبصله باستغراب. وفتح آسر عينه لقى سناء بتبصله بالطريقة دي، قام من مكانه بخوف. آسر بخوف: انت مين يا عم انت؟ انا سناء، انت طلبتني اغير لك على الجار. انا طلبتك انتي؟ ما حصلش. سناء وهي بتقرب وهو بيبعد: سمعت انك بتدور على الاستقرار وعايز ترتبط. كذب وافتراء حضرتك، انا صرفت نظر تماما عن الموضوع ده، انا لسه صغير. سناء بعجة بق: لسه صغير؟ طب والبت المسهوكة المسلوعة أم عيون حلوة دي، القمر استغفر الله العظيم، اللي كانت معاك وبتعيط عشانك امبارح، أكلت دماغك ليه؟ هي البت أم عيون حلوة القمر دي استغفر الله العظيم كانت بتعيط بجد عشان امبارح؟ أيوة يا عين أمها، من ساعة ما دخلت العمليات وهي بتعيط عليك، وأول ما أنت جيت ما كانتش راضية تسيب إيدك وعمالة تهز فيك عشان تقوم. بنات في الزمن فافي خالص، البنات دي ما تنفعش في الاستقرار زينا. ما انا بحب البنات الفافي دي، وخلي بالك البت دي حبيبتي على فكرة. طبعا، ما انتم الاتنين موزز يا خرابي على جمال امك، بس برضه ساعات كتير الواحد بيسق من حلويات وبيكون عايز حاجة كده حرشة، والشرع محللك 4. يا ستي مش عايز حاجة، مش هتجوز خالص. براحتك، بس انت برضه الخسران. كانت لسه هتمشي، راحت وقعت عليه بدلع وابتسمت وهي بتقول: شفت القدر ليه رأيتيني ازاي، كأننا كنا مخلوقين لبعض. بعد آسر عنها بسرعة وصرخ بصوت عالي وهو بيقول: والله لو اوريك يا مازن. خرج آسر وهو بيمشي بصعوبة وراح وطلب الدكتور الخاص بيه. ايه يا آسر عايز ايه، وايه اللي نزلك من على السرير؟ عايز اروح حالا. وغمز له مازن وهو بيقول: الموزة عجبتك ولا ايه؟
منك لله يا بعيد، دي زرعة ملوخية فوق عينيها. والله قلت لها تشيلهم عشانك، بس قالت انك لازم تشوفها في قمة اناقتها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مازن، اشوف فيك يوم مش هنسالك اللي عملته فيا ابدا. اكتب لي خروج يلا خلينا الزفة تمشي. طيب اقعد وريني الجرح لو ينفع تخرج ولا لا. ينفع ولا ما ينفعش؟ في كل الحالات لازم اخرج. وشاف مازن جرح قاسر وقال: انت عملت ايه خلى جرحك يفتح تاني؟ انت بتنزف يا غبي. ما هو كل ده بسبب الفرتيت اللي دخلتهولي. بقول لك ايه، ماليش فيه، انا لازم اخرج. وقعد آسر وغير له مازن على الجرح. وخرج آسر فعلا من المستشفى ورجع على البيت. ونروح بينا عند البنات. اتكلمت شهد: كل واحدة فيكم ماسكة الفون. ايه ده، انتم عيال باردة، أم منك ليها. تعالوا نروح المطبخ نعمل حلويات. ايه ده بجد، اتحمست قوي. هتعملي ايه بقى؟ هنعمل كب كيك الباندا البارد. واو انا معاكي وش. يلا يا بنتي يا نور قومي يا باردة انتي. لا انا هستنى البت حقوق، هي على وصول. محضره لها مقلب انما ايه فل. وراحت ميرا وشهد على المطبخ وبدأوا يجهزوا في الحلويات. وكانت ميرا بتغني وبتقول: يا عامل هفتيبة وإحساس ويدلعني قدام الناس، ده بيعرف إني رومانسية، بيلعب على الوتر الحساس، يدوب روحي يدوبني في كل زيارة بيعجبني، ونظرة عينه خلتني أضرب خماسي في أسداس. أما نور ففضلت تفكر في مقلب عشان تعمله فحور أول لما تيجي. وأول لما سمعت صوت أقدام جاية ناحية الباب طلعت تجري بسرعة ومسكت نور طبق دقيق وكبته في وش اللي دخل. الله يخرب بيتك يا شيخة، ايه اللي انتي عملتيه ده؟ ضحكت نور بقوة على شكله وقالت: والله ما كانش ليك، بس فرصة حلوة، شكلك بجد يموت من الضحك. والله ده بجد. وجاب آسر الباقي من طبق الدقيق وكبه على وش نور. وجيت نور تمشي فزحلقت بسبب الدقيق فوقعت. فآسر بضحك: تصدقي انت كده اللي شكلك يموت من الضحك. وسابت نور بدقيق وطلع بسرعة على الأوضة بتاعتها عشان تغير هدوم. وطلع آسر وغير هدومه. وبعد شوية اتجمعوا كلهم علشان الغدا. أما الأدهم فين؟ لسه وراه شغل بيتعب نفسه بطريقة صعبة، ما نامش امبارح ولسه بيشتغل لحد دلوقتي. وفجأة خبط الباب بطريقة صعبة جدا لدرجة إن البنات اتخضوا. خليكم هنا أما أروح أشوف مين اللي بيخبط كده. وفتح مازن الباب واتفاجئ بظابط بيقول: ده بيت المدعو مازن؟ أيوة يا فندم أنا مازن، في حاجة ولا إيه؟ مطلوب القبض عليك، يلا هتقولي على البوكس. ولحد هنا خلصت حلقة النهارده، ويا ترى ايه اللي هيحصل مع مازن وايه السبب اللي خلى الظابط يموت؟ تابعونا في باقي الحلقات عشان تعرفوا. ولو حلقة النهارده عجبتكم يا ريت تفرحوني وتفرحوا قلبي بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.